سطورة، تفضلي يا سطورة. ما شكله، ما طولها، عرضها، شو بتشتغل، شو هي بتساوي؟ زي أي سفينة يعني. عفوا على وفي كان عدد. المقاطعة. هلا عفوا على المقاطعة اللي أخي. صار إنه أنا الوحيدة في أي من وسط منطقة في تركيا؟ يعني في اسطنبول. مفكرة شقة في تعب، أو قد مش يكون مشكلة. عندكم سخط على لا، على الواقع في حاجة بدعي إن شاء يعني الله مش الأيام صخب، الجاية لا. إليك، فبدي بشارها من هلا. سطورة، تفضلي يا سطورة. تابعوا الحساب، تكبيس وشير، الله يكرمكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حابة أفسر حلم عندك. تفضلي، أهلا وسهلا. من مبدئيا بشار بدك رقية شرعية، غالبا سحر مع الحجامة. تفضلي يا سقورة. مبدئيا أنا يعني لو كان الحلم سيء ما بدي تفسيره يعني، ولو كان كويس فسره. في شكل دائم وبشكل عام هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. عادة نحن نقول للشخص رؤيا سيئة لا تبحث عنها ولا تسأل عن تأويلها، لكن المشاهد الكريم أو المشاهد المتابعة الكريمة هي التي تلح وتصر أنه تعرف التأويل، فهي تخالف بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فإنها لا تضر. لكن إذا أنت بدك تنبش وراها وتعمل مثل بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رب العالمين يأمركم تذبحوا بقرة، انتهى الموضوع. بلشوا بني إسرائيل، ما لونها، ما شكله، ما طولها، عرضها، شو بتشتغل، شو بتساوي، فضيقوا فضيق الله عليهم. لذلك رؤيا سيئة، كلامك هو السنة، إنه ما تسأل عنها ولا تبحث عن تأويلها، إلا إذا كانت إنذار من يعني من نبهكم، إشارة من بشركم. أكثر من هيك خلص نساها كأنه ما كانت. ما في داعي تلح لتعرف شو هي وتخاف وترتبك، كأنه أنت نبي ورؤياك حق ما تخطئ. تفضلي. تمام. أنا عازبة، عمري 24 سنة. أهلا وسهلا. آه بس هذا حلمته يعني تقريبا من 6 شهور، يعني لسه كان عمري 23 سنة ساعتها يعني. فحلمت إني كنت في وسط المحيط، وكنت في سفينة خشبية، يعني سفينة خشبية حرفيا، يعني ما هي كبيرة، خشب اللي هي زي أي سفينة يعني. عفوا على وفي كان عدد. المقاطعة. هلا. عفوا على المقاطعة أخي أبو الحسن، واحد دخل مسمي حاله رقية شرعية وعلاج وكذا، شوف خاطره. تفضلي. فكنت وسط يعني وعدد قليل من الناس يعني في هذه السفينة الخشبية، ولا أحد منهم بعرفهم، يعني غرب علي، وأنا الوحيدة اللي بينهم يعني الموجودة يعني، وعدد قليل من الناس. المهم وسط يعني في وسط المحيط فجأة كده هاج علينا المحيط، وسبب الهيجان كان فيه حوت، يعني هاج بسبب وجود حوت. اللي صار إنه أنا الوحيدة من وسط يعني من وسط هذول الناس أنا الوحيدة اللي وقعت في المحيط، ما حد وقع غيري. نعم. فلحظتها هذه أنا قمت من النوم واستعذت بالله، فأنا فكرته يعني كده زي أي حلم. بس الغريب في الموضوع إنه في نفس اللحظة رجعت نمت واكتمل الحلم بإني أنا قعدت أشوف الحوت، يعني ما هاجمني ما هذا، بس نعم أبو اللهم إني الحسن كنت قاعد. هرب، نعم عرف حاله هرب، نعم. فأنا يعني لما اكتمل الحلم إني أنا يعني تحت المية قاعدة أشوف الحوت، ما هجم علي ولا حاجة، بس إني قاعدة أطالع من بعيد. نعم. كان الحوت كتير كتير كبير، وكنت أنا قاعدة بس أطالع فيه كده من بعيد، ماني خايفة منه، بس كان طول الحلم قاعدة أسمع صوت الحوت، بس قاعدة أسمع صوت الحوت، يعني طول الحلم حرفيا قاعدة أسمع صوت الحوت فقط. وبعدين استيقظت من النوم. حضرتك من أي بلد تكلمينا؟ أنا فلسطينية، بس يعني حاليا أنا في تركيا، في أي منطقة في تركيا؟ في اسطنبول. مفكرة تطلعي تهريب؟ لا لا.
لا لا، نهائيا. الحمد لله وضعي كويس. متزوجة حضرتك أو عزباء؟ أنا عزباء، بس أنا الحمد لله وضعي كويس الحمد لله يعني. الله يرزقك. معناتها لا تنسينا من الدعم. دعم مو هون، دعم بيننا وبينك، لأنه هون بياخذوا 70% بياخذوها التيك توك. طيب شو تفسيره، كويس ولا مو كويس؟ مش فاهمة. النقطة الأولى يقول الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقولها الله تعالى على لسان الخضر عليه السلام. مم. الإشارة الأولى قد تدل على أنه أنتوا عم تشتغلوا بتعب إيديكم مثل ما يقولوا، وفي مشقة، في تعب، أو قد يكون عندكم سخط على الوضع، على الواقع اللي عايشينه، لكن ظاهره العذاب وباطنه من قبل باطنه إن شاء الله الأيام القادمة خير. إن شاء الله. هو فعلا أنا مريت في فترة مش كويسة صراحة، بس نفسيا نعم. مش نعم. يعني. الأمر الثاني موضوع الحوت، مم. موضوع بده يلحقك، بده يبلعك لا كما لا، ما حكيت. كان يلحقني ولا يبلعني ولا حاجة، بس كنت أطالع يعني. أنا وقعت على البحر، وكان قدامي يعني واقف قدامي، أنا بس قاعدة أطلع عليه، يعني لا كما هجمني ولا عمل لي أي حاجة، بس واقف كده كأنه قاعدة أشوف الحوت من بعيد عادي، بس تحت المي، طيب وكان سؤال، يصدر أنت صوت. هم؟ رد بالله عليك، لولو أول مرة راح أجاوبك، ثاني مرة تحلفيني أحاضرك. سبتوا لي تعليق على لولو بعد الأخت هون، لأنه حلفتنا. ما حدا يحلفنا يا أحبابنا، عم تحلفوني بلكي ما شفت التعليق تبعكم. طيب أقدار ولولو، عندك حاجة تلحين في طلبها عند الله عز وجل، تلحي بالدعاء، بدك هذا الشيء من الله. إيه. عندك سخط بالقضاء والقدر تحديدا، مانك راضي يعني عن القضاء والقدر. لا مش هيك شيء من لا في حاجة بدعي يعني مش سخط، لا لا أبدا، ما هو سخط جميل. يعني. لا اصبري. أنا قلت لك مريت في فترة يعني نفسية كانت جدا صعبة، ويعني اصبري. طبعا كنت ألجأ. اصبري. اصبري ولا تستعجلي، وبإذن الله ستتحقق. بإذن الله. في حدا جاي يخطبك من فترة؟ من فترة أنا أكبر خطبت منك، بس. أكبر منك بالعمر بكتير. بسم الله. إجاني. صح؟ صحيح، بس لم يكتمل يعني. نعم، واضح هذا الأمر. كيف عرفت؟ طب هذا من إيش؟ صلب اختصاصنا. طب فتح شو رباني. هو أيوة إجاني شخص بس مش كبير يعني، كان ب35 سنة، أنا عمري 24. فارق بالعمر يعني. 10 سنين تقريبا، بس لم وما يكتمل كمل. يعني. قرينا الفاتحة وكل حاجة، ما اكتمل لكن في الآخر. نعم. بس عادي، ما كنت زعلانة الصراحة. هذا هو الحوت، ما أذاكي، بس ما، الله أعلم. آه الحمد لله ما اكتمل، بس الحمد لله ما أذاني. لكن إن شاء الله الأيام الجاية إليك، فبدي بشارها من هلا. إن شاء الله. الله أعلم. يسعدك، شكرا. حياك الله وبياك. أهلا وسهلا فيك.